السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى ايه؟ فيديو تحفة تحفة تحفة. انتوا عارفين القطة رخيصة في السوق، واللي خزن بقى اللي احنا خزناها الحمد لله ب5 جنيه، دلوقتي بقت الاربعة ب10 والتلاتة ب10. فكل ما حد ينزل يجيب لي 3 كيلو قوطة، لما تلاقيت عندي حبة قوطة حلوين كده قلت استغلهم في عمايل خلطة محشي. هعمل لكم النهارده حبة تفريزات اللي تنفع في رمضان وفي ايام غير رمضان. انا دايما بعمل الحكايه دي في اللحمه المعصجه. النهارده نعمل حبه لحمه معصجين. نعملهم اكياس كده ينفعونا برضو في رمضان وفي اي يوم تاني. نطلع الكيس نعمل صينيه مكرونه، نعمل صينيه رقاق، صينيه جلاش. طبعا القوطه عندي كانت مش يعني 3/4 مش او الربع منها مش احمر بس. رحت كان عندي بنجر، حطيت لها بنجرايه. حطيتها طبعا على النار بربع كوبايه ميه كده هو تغلي، لانها كانت ناشفه. القوطه الناشفه حط لها ربع كوبايه، لكن لو قوطه طريه ما تحطلهاش ميه، هي بتنزل ميتها عشان ما تلزقش بس في الحله وتتحرق منك. دي عن تجربه. فطبعا انا حطيتها في الحله، هم في حدود ما شاء الله في حدود 5 كيلو طماطم. طبعا وهجيب بتاع كيلو ونص بصل كده هون، وقرنين فلفل حلوين كده يكونوا باردين حامين زي ما انت عاوزه. طبعا ونضرب القوطه في الخلاط. بعد ما تغلي تبرد ونضربها في الخلاط. طبعا اوضه تسبيكه المحشي ما بتصفاش، انا متعوده على كده. بحبها بتفلها كده يعني. آه هن دي بقى ايه؟ هعصج له بقى اللحمه قبل ما القوطه ما تستوي. نستثمر يعني وقتنا كده شويه، لو اني والله كان عندي برد وكنت تعبانه، بس قلت ايه؟ حاجات برضو تنفعني. كان عندي حته دوش كده رحت قطعتها، يعني ايه، بدل معلقه السمنه بصراحه. يعني قلت ودول بتاع كيلو لحمه مفرومه. كانت عندي برضو في التلاجة، قلت ايه اعصجها تبقى ايه تحفة وتنفعني برضو في ايام رمضان. وبرضو في نفس الوقت كنت عاوزة اعمل صينية رقاق يعني. قلت بدل ما اعصج نص كيلو، اعصج الكيلو كله واعينه اكياس. وطبعا انا بعصجها بحط نص البصل، بروح مشوحاه مع معلقتين سمنه، اشوحها بس ادبلها. وساعات بعمل كله ني في ني، يعني احط بس دي لما بكون ايه جايبه اللحمه فريش لسه. انا بس اللحمه دي كانت عندي بقالها اسبوعين كده في الفريزر، فقلت اما اطلعها اعصجها وفي نفس الوقت اعمل صينيه رقاق كنا هناكلها في نفس اليوم. وفي نفس الوقت هنعمل ايه اشيل بقى كام كيس كده لايه لرمضان ينفعني. طبعا انتوا عارفين النهار قصير ومش هيبقى في وقت تعصجي تعملي. يعني بتنفعك حد يجي لك فجأة تعملي صينيه رقاق، صينيه جلاش، صينيه مكرونه كده. يعني الحاجات دي تنفع فعلا تفريزات رمضان. كده طبعا اللحمه كانت يعني قعدت اقلبها وحطيت لها بقى القرنين الفلفل. وحطيت لها بس ما جاتش اللقطه دي، حطيت لها يعني نص البصل ني ونصه دبلته، يعني نص البصل ني. وطبعا كيلو اللحمه انا بحط له كيلو بصل، كيلو اللحمه المفرومه بحط له كيلو بصل عشان خاطر البصل بيسكرها. وبحط له يعني قد 5 قرون فلفل كده اخضر. لاي حاجه بقى، لصواني المكرونه البشاميل لاي حاجه ان شاء الله. حتى تطلعي الكيس تعمليه وتفقشي عليها بيض كده وتحمري بطاطس، تبقى وجبه من ايام. يعني وجبه كده نعملها وجبه غدا وجبه فطار. مش فطار فطار يعني، فطار في رمضان يعني. ما حدش بيفطر لحمه معصجه يعني. يعني وممكن تفطري لحمه معصجه مش هتقولي لا. كده بقى ايه بعد ما شوحت ونزلت ميتها، انا بقى بديها كوبايتين ميه عشان خاطر ايه تبقى فيها صوص كده وتستوي، تقعد تغلي بقى في نفسها لغايه ما تشرب الكوبايتين الميه دول. طبعا كده ايه انا بقى هعمل ايه؟ نعمل تسبيكه المحشي. لا. طبعا كده الطماطم بعد ما غليت انا بقى فضيتها في قلب طبق عشان تبرد، عشان في نفس الحله هعمل فيها تسبيكه المحشي عشان ما اوسخش حلال تاني يعني. فطبعا كده حطيت قد كوبايه زيت لانهم 5 كيلو طماطم، يعني ممكن الناس تحط كوبايتين كمان. بس انا ايه بقلي من الدهنيات. واحط برضو نص البصل. نص البصل النص التاني بقى معاه قرنين فلفل خضر. وهرش عليهم حبة ملح فلفل. ودول بقى يتحطوا بقى ايه في نص التسبيكة كده. ودي برضو هدبلها. انا ما بحبش احمر البصل للمحشي عشان ما يحماش على قلبنا ويجي لنا حموضة. انا بدبلها بس بخليها تدبل بس. وبعد كده بقى هطش بالطماطم بعد ما اضربها في الخلاط ومش هصفيها.
وطبعا ايه انا حطيت لها بنجريه، والبنجريه حمرتها حتى لو القوطه مغدره. هي القوطه كانت يعني حابه فيها، بس ايه كانوا لانها كانت عندي في التلاجة بصراحه بقى لها يجي اسبوع وخلاص قربت تدبل. انا بحب اعمل تسبيكه المحشي فريش، بس انا كان عندي طماطم وانا عملت صلصه خلاص. فانا قلت اعملهم تسبيكه محشي تنفعني في اي يوم كده اطلع الكيس. ساعات كده تبقي تعبانه عندك دور برد كده يعني، وبتنفع وبتبقى طعمها تحفه وجميله والله. بس انا كنوعي بحب اعمل تسبيكه المحشي فريش يعني. بس هي اللحمه المعصجه انا في اي، مش في رمضان بس، انا بحب اعصج كيلو لحمه، كيلو ونص لحمه، 2 كيلو زي ما ربنا ما بيدينا يعني. كده بقى تسبيكه المحشي خلاص نقصت اهي. انا كنت عامله في حلتين لان الحله دي لقيتها تدلدق، عملت في حلتين. وكنت في نفس اليوم برضو هعمل محشي كرنب يعني، في نفس اليوم دون كنت سلقه كرنبايه، كان يوم ساقع بقى وكان طعمه تحفه. طبعا بتحطي فيه خضره وتقلبي ويغلي بالخضره كده شويه، وخضره فريش يعني، خضره فريش وخضره في قلبي عشان ريحه الخضره تبقى في قلب التسبيكه ذات نفسها. انا حاطه الخضره الفريش اهي طبعا كده بعد ما بردت يعني، بعد ما بردت اوعي تحطوا التسبيكه وهي سخنه في قلب كيس، غلط طبعا. فكده هنحط بقى تعايري بقى يعني. انا عملت مثلا في كل كيس 5 كبشات، فانا عملتهم ما شاء الله مش عارفه طلعوا 4 أو 5 مش عارفه، لان لا هم طلعوا 5 بس الخامس. طبعا انا عملت كرومبايه في اليوم دون، كنت انا جايبه كرومبايه بقالها يجي كام يوم في الثلاجه عندي، سلقتها وقلت ايه بقى هعمل تسبيكه محشي، نعمل بقى محشي كرومب. لو اني كنت قايله لهم مش هعمل لكم محشي إلا في رمضان، بس يلا بقى عشان الجو ساقعه قلنا نعمل محشي ونعمل بقى تاني يوم عدس ان شاء الله. فهي هو ساعة عاوز كده يعني، ما تقوليش بقى دايت ولا مش دايت. هناكل محشي يعني هناكل محشي. لو اننا يعني ايه يعني احنا بنحب المحشي بس بيتخن بقى. فهم 4 اكياس اهم، وعملت حلة محشي اهو بالكيس الخامس. فطبعا بألف هنا وشفا اللي ياكلوه. ده تفريز خلطة المحشي. يلا فرزوا القطر رخيصة اليومين دول، واللحمة المعصجة بردت. هعبيها برضو في اكياس ما شاء الله. انا يعني الكيلو اللحمة المعصجة عملتهم 4 اكياس. ولا عملتهم 4 اكياس وشلت حبه كده في الحله اللي هعمل منهم صينيه الرقاق بقى تاني يوم. هناكل المحشي النهارده وبكره صينيه الرقاق، ما هو مش هعمل الاتنين مع بعض. فبكره بقى اعمل صينيه الرقاق وهوريها لكم دلوقتي في الحله. طلعوا 4 اكياس، و4 اكياس خل حلوين هحطهم في الفريزر. ودي حاجات تنفع في تفريزات رمضان. ولو عجبكم الفيديو حط لايك واشتركوا في القناه.